ويجيك من البدايه نتاعك، من اول البدايه يجيك تكريم ملكي. التكريم نورمالمون بعد تيتر لكن يجيك تكريم ملكي من البدايه نتاعك. كيفاش تكون انت النظره نتاعك للمنتخب اللي مش تلعب معاه، كيفاش تكون الرغبه نتاعك، كيفاش باش تلعب مع الليكيب ناسيونال. وان بلوس ميساج للي بعدك، مش ليك انت بركه. انا الرؤيه نتاعك الاستثمار هذا رساله قويه للاعبين اللي متبرع كان انت مش تختار المغرب راك انت مش تلقى تكريم، وراه مش نتلاهوا بيك، وراه انت مش تلقى حقوقك الكل. الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مستر بالو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام التونسي اشنو قال على رساله الشكر اللي وجهها اللاعب ابراهيم دياز الى جلاله الملك محمد السادس نصره الله بعد التحاقه للمشاركه في معسكر المنتخب المغربي للمباراتين الوديتين امام منتخب موريتانيا ومنتخب انغولا. سمعنا الاعلام التونسي شنو قال على دور جلاله الملك نصره الله في اقناع هذا اللاعب بتمثيل المنتخب المغربي عوض المنتخب الاسباني. نخليكم تشاهدوا الفيديو ونرجعوا من بعد. ماجد بوقره دياز يشكر الملك، دياز يشكر الملك محمد السادس على الدعم. يبدو أن الملك أشرف شخصيا وتدخل في ملف إبراهيم دياز الذي حل بالمغرب، وكان فما استقبال حاشد لإبراهيم دياز لدى وصوله لتدعيم صفوف منتخب المغرب. الملك أشرف شخصيا يدل على ملف دياز، وهذاك اللي حكينا فيه، وهذاك اللي لازم يصير، وهذاك التوجه الدولة والاستثمار في الرياضة. هذه معناها قرارات ملكية في المغرب. معناها المغرب فهموا بالرياضة توصل، معناها بريمون كي تشوف حاجات كيما هكا وما استغربش إذا كان الملك المغربي هو اللي أشرف شخصيا على ملف ابراهيم دياز. ونتصور انه براتيكمون الملفات الكل هو اللي يعطى له، هو اللي حسم فوالا. علاش نتصور انه اشرف شخصيا على الملف هذا؟ خاطر ابراهيم دياز غير اللاعبين الاخرين. ابراهيم دياز لاعب عالمي، لاعب ستار في ريال مدريد، ستار كبير ياسر في ريال مدريد. دونك اذا كان يتدخل ملك راه حتى التاثير يكون كبير برشا على اللاعب وعلى المحيطين باللاعب وعلى اختيار اللاعب والشوا نتاعو. تصور انت قاعد يكلمك ملك المغرب محمد السادس يقول لك باش تلعب معنا. بيان سور معناها عندك راي باش يبدل لك راي. بيان سور معناها ياثر تاثير كبير ياسر. معناها حتى كان عندك كما قلت يا راي معناها الكفه باش تطيح. معناها تصور انت معناها باش يكلمك رئيس دوله ولا حاجه، معناها حاجه كبيره برشا، حاجه كبيره. وسو سون دي غارونتي ليك انت، معناها حاجات جارانتي. شوف امين، انت كي تكون انت مثلا في تخمم اسكو تنضم للمغرب ولا لاسبانيا ومش تاخذ القرار، ومن بعد تاخذ القرار وانت يمكن ماكش مقتنع على 100%، مي عندك اقتناع يلزمك اخترت جهه، ولكن مازلت فما ارتباك داخلي. فما شك داخلي. ويجيك من البدايه نتاعك، من اول البدايه يجيك تكريم ملكي. التكريم نورمالمون بعد تيتر لكن يجيك تكريم ملكي من البدايه نتاعك. كيفاش تكون انت النظره نتاعك للمنتخب اللي مش تلعب معاه، كيفاش تكون الرغبه نتاعك، كيفاش باش تلعب مع الليكيب ناسيونال. وان بلوس ميساج للي بعدك، مش ليك انت بركه. انا الرؤيه نتاعك الاستثمار هذا رساله قويه للاعبين اللي متبرع كان انت مش تختار المغرب راك انت مش تلقى تكريم، وراه مش نتلاهوا بيك، وراه انت مش تلقى حقوقك الكل، وراه مش يعني مش نحطوك فوق الراس. وهذاك شنو يحب الجوار؟ شنو الجوار يقول لك القدر والاحترام بالضبط. هو تو مش يختار المغرب، مش يختار على الفلوس، يعني اختار اسبانيا اقوى. لكن هو اختار على قدر وعلى على كلام الناس وعلى حب الناس وعلى الشهره وعلى سي بيان. والله شو نقول لك، هذاك اللي يلزم يصير في البلدان الكل، خاصه قبل ما نحكيو على الرابطه الاولى. معين شعباني ونهض بركان في المغرب يفوز على الفتح الرباطي ثالث الترتيب، يقلص الفارق لنقطه مع الفتح الرباطي. معين شعباني اللي يلعب ضد الجيش في كاس العرش، اقوى فريق في المغرب حاليا فريق الجيش، ونتائج طيبه للمدرب معين الشعباني. الفريق لم يقبل اي هدف في اخر 3 مباريات مع معين الشعباني. نبداو نحكيو على لعب المنتخب الوطني التونسي. ما نعرفش لاعب المنتخب الوطني التونسي السابق ماخو راحه، ما نعرفش كيفاش باش نسميه في بوز. الحقيقه ما نعرفش شنو التيرم اللي يلزمني نستعمله فيما يخص حنبال المجبري. اخر اخبار تقول انه نادي اف سي سيفي لن يفعل
بند الشراء في عقد حنبال المجبري، عقد الإعارة من مانشستر يونايتد. تعرف قديش البند محمد؟ 20 مليون أورو. المبلغ يبدو مرتفع شوية. هو مانشستر يونايتد صرف 10 مليون أورو لاستقطاب حنبال المجبري في مرحلة سابقة، وقت اللي كان في عمر ريدوري 17-16 سنة. توا مانشستر يونايتد في العقد حط بند بقيمة 20 مليون أورو للتخلي على خدمات حنبال المجبري. شوف امين، احنا تويك اكثر عباد نحن حكينا على حنبال المجبري ومدحناه، ويعني قلنا فيه كلام باهي، ولا ما نذكرش روحي انا قلت فيه كلمه خايبه. لكن انت دافعت الحقيقه على حنبال المجبري في اسوء لكن هو حنبال كي نجيو نحلوها نقولوا حنبال مش سي ان جوار تكنيك، سي ان جوار فيزيك، سي ان جوار عنده كاليتي بالبوست نتاعو، يعني كاليتي تعاونوا في البوست نتاعو، قوي في البوست نتاعو اللي هو ريكوبيراتور، عنده رواري، عنده فولي باهيه، يعاون في التغطيه سورتو لانه فيزيكمون حاضر. لكن يلزم نقولوا حاجه، حنبال دخل في دوامه نتاع يمكن نتاع غرور بوتيتر، لانه حنبال كي نجيو نشوفوا نقولوا حنبال هو ليكيب ناسيونال. نقول حاجه لا الغرور على ليكيب ناسيونال نتاعنا. باهي حنبال هنا نقول لك راهو ليكيب ناسيونال يلزم شويه نعملوا له قرصه، لانه راهو ليكيب ناسيونال هي ماهيش مانشستر هي اللي ظهرتك، ليكيب ناسيونال هي اللي ظهرتك. صحيح انت في مانشستر، لكن حتى حد ما يشوفك وانت قاعد على البنك. لوقت انت لفت الانظار، وقت اللي انت مشيت لليكيب ناسيونال وليت تكور، ولات الناس كلها تحكي عليك، ولات الناس كلها تمدح فيك، والباجات تكتب عليك، صار تعريف كبير سورتو ايكيب ناسيونال. وتونس عندها سيت وعندها كلمه وعندها اسم في العالم مهما يكون. لكن حاليا راك دخلت في دوامه تنجم تاخذ مسار عكسي، تنجم تكون انت راهو تكون لك بالوبال. تو انت كي تمشي اول الترانسفير تمشي له اللي مش تكون تعطي فيها 100% باش تتعدى الباليه اللي كنت فيها، باش توري اللي انت ملاعبي، باش توري اللي تنهاج اللي هو غلط فيك. مانشستر يونايتد اتاكد الوقفه الجماهيريه نتاع مانشستر اللي يوقفوا معاك، اتاكد. لا حاليا لا، ما هو تنهاج ماهوش غلط، يولي تنهاج ماهوش غلط. يخيب الامال حنبال. توا حاليا يلزمك ترجع وتحط ساقيك في القاعه يا حنبال. نحن ماذا بينا مازلت صغير، ماذا بينا ليكيب ناسيونال، ما عادش تعمل الامور اللي تكره الناس فيك واللي تغير رؤيه الناس فيك، خاصه في تونس. راهو احنا ما ننساوش تونس راي ما تقف على حتى واحد. احنا نحبوك ديما تكور، وماذا بينا تكور في الكيب ناسيونال، وماذا بينا ديما انت نجمك ساطع ونكونوا احنا فخورين بيك كمحترف البرة، كيما في الجزائر المحترفين نتاعهم وفخورين بهم، كيما المغرب كيف واكثر تسويق هما في جمعياتهم يسوقوا المنتخب نتاعهم. نقول ان شاء الله تحط السقيف في القاعه وتخدم اكثر والعقبه ذي تتعداها ان شاء الله. أصدقائي كما شاهدتوا في الفيديو، الإعلام التونسي كيهضر على رسالة الشكر اللي وجهها اللاعب براهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد بعد التحاقه بالمغرب للمشاركة في الوديتين اللي غادي تجمع المنتخب المغربي ضد منتخب موريتانيا ومنتخب أنغولا. سمعنا الإعلام التونسي اشنو قال على هذه الخطوة الجبارة بإقناع هذا اللاعب الجوهرة بتمثيل المنتخب المغربي الدور الكبير. كيف قال الإعلام التونسي كيرجع لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإقناع هذا اللاعب لاقتنع بالمشروع المغربي واختار يمثل الأسود عوض منتخب إسبانيا، اللي كانت كل المنابر الإعلامية كترشح بأن هذا اللاعب ممكن أنه يلعب للمنتخب الإسباني. صراحة براهيم دياز غادي يكون إضافة كبيرة بالنسبة لكتيبة وليد الركراكي. كنظن بأن وليد الركراكي عرف بأن هذا اللاعب هو القطعة اللي كانت كتخص المنتخب المغربي خصوصا في خط الهجوم. كنعرفوا براهيم دياز كيتميز بالسرعة وصناعة اللعب وكذلك تسجيل الأهداف. كنتمنوا هذا اللاعب مسيرة جيدة مع المنتخب المغربي ويحقق الأهداف اللي كيتمناها مع الأسود. الأسود اللي مقبلين على عدة استحقاقات كبيرة، منها كأس إفريقيا 2025 اللي غادي تقام بالمغرب، وكذلك كأس العالم اللي غادي تدور الأطوار ديالها
بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. حظ سعيد للمنتخب المغربي. إخواني أخواتي، إلى هنا كيتسالي هذا الفيديو. لو وصلتوا حتى لهذه المرحلة دليل على أنكم أوفياء لهذه القناة. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالمواضيع اللي جات في هذا الفيديو، وإلا كانت عندكم تساؤلات ممكن أنكم توضعوها في خانة التعليقات. كنتمنى كذلك أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. يلا خوتي، ما بقى لي إلا نودعكم، تبقوا على خير.